النهارده اخر الشهر والميزانيه رايحه خالص فيها. تعالوا بينا بقى نعمل الطبق القمر دون مع طبق سلطه متين كده بصل بالطماطم. ده ايه ده؟ طبق رز وفول حريتي طعمه بجد جامد جدا. تعالوا بينا نشوف التريكات الحلوه اللي هنعملها بيه ونقول بسم الله وعلى بركه الله. طبعا بعد ما جبت الفول وفصصته وغسلته، تعالوا بقى عملت ايه. جبت بصله كبيره حبه، وبعد كده حطيت عليها شويه زيت ومعلقه صغيره كده من السمنه البلدي، واديتها اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. مش هغمقها قوي، انا بحبها في اللون الذهبي الغامق. تمام. هكون جايبه 3 طماطمات كبار وبشرهم وهحطها عليها، وهنزل عليهم بكيلو الفول الحريتي. تمام. بعد كده هقلبهم كويس جدا مع بعض. هحط واحده مرقه دجاج تديها طعم حلو قوي برضو، وهحط شويه ميه سخنين. البهارات اللي انتوا تحبوا طعمها حطوها. انا حطيت بهارات فراخ، وحطيت كمان شويه فلفل اسود. الملح مش هحطه دلوقتي. تمام. بعد كده سبتهم بقى يغلوا كده شويه مع بعض لحد ما الفول يخش سنه في السوا. هحط عليهم الرز، وبعد كده في الاخر ضفت لهم الملح. هسيبه بقى يستوي براحته، وتاكلوا احلى رز وفول حراتي بجد. انا ما كنتش بحبه، بس بجد حبيته جدا بالطريقه دي. جربوه بقى كده وهتدعولي مع شويه سلطه الطماطم بالبصل. يم يمي على الجمال. اكتبوا لي برده التريكات بتاعتكم ايه في الرز بالفول حراتي، واهم حاجه ما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال. باي باي حلوين.